السلام عليكم، شلونكم وشلون صحتكم؟ سلام للجميع. اعزائي اللاجئين اللي راحوا لاوروبا، عندكم دعايه ولحد الان انتم تفكير وقلقين على مود ايش؟ بين راح يرجعون اللاجئين وهالبغداد والجنوب. اعزائي ما يرجعون احد، ذول رجعوا وحدهم اللي اموره زينه دزت الحكومه، هذا رجع. لحد الان شفت رجع واحد؟ ما رجع احد ولا يرجعون احد. هاي دعايه من الحكومه العراقيه، وخاصه من الجعفري المطي ابن المطي، هذا يبث هاي الدعايات. حتى اكو واحد في فنلندا صور فيديو بين فنلندا مو زينه وراح ارجع. هذا هو وعائلته، مرته وامه واخوه وخواته يشتغلون خدامين ببيت الجعفري. طاف فلوس قال له روح صور هذا الفيديو، قول فنلندا مو زينه واوروبا مو زينه، حتى يهبط معنويات اللاجئين حتى لا حد يطلع. ما لكم دخل بهاي الدعايه، فانتوا اللي عايشين باوروبا ما يرجعون احد وما لكم دخل بالدعايه. اذا من اهل بغداد او الجنوب عندك سبب ما يرجعوك. والشغله الثانيه، خابروا الناس اللي راحوا والمقدمين على اليوان اللي بالشرطه او بالجيش، دائما اكررها اني ويخابروني ناس. اخي اللي بالشرطه بالجيش باي سلك كنت موجود انت وقدمت لجوء، لك حق تقدم لجوء ويقبلوك، لان انت تعتبر عندك وظيفه بالجيش او بالشرطه او غير سلك وتركت الوظيفه، مهدد، انت مهجر، يقبلوك. عنده عائله، هذا ترك وظيفته، شلون يعيش عائلته، شلون هاي، فيقدم لجوء يقبلوه. ما لكم دخل بالدعايه، فانتم اهل اوروبا لا تفكروا بهاي الشغله، راح يرجعوكم وهاي ماكو هذا الشيء. والشغله الثانيه، شوفوا الجواز العراقي، الحامل الجواز عراقي مثل اني حامل جواز عراقي. شنو الجواز العراقي؟ هذا يمثل الحكومه. اي جواز بالعالم الشخص حامله هذا يمثل الحكومه. هسه هذا الجواز العراقي هنا تفتحه مكتوب باسم وزير الخارجيه بست المطي ابن المطي الجعفري، هذا. وهنا حكي وهنا تقدير المساعده الحامل هذا الجواز، منها الكذب، يا مساعدات اللي يضيع جوازه او يصير عنده شغله يروح للسفاره يفتون قلبه. فحكومه جبناء على ابوهم يا جاهم العراق. بس تعرفون عاشوراء مصيبه الحسين، هاي عمايم ذول يشتغلون بالحكومه العراقيه، ذبها بس هنا بالشارع، خلي الاطفال يلعبون به، كلهم كلاب ولد كلاب حراميه. وهسه مصيبه الحسين شوف يبكون ويسوون كله كذب بكذب. بالعراق يبكي على الحسين وبريء منهم الحسين كلهم. العبادي واحد اثول ابن اثول، كل 3 ايام 4 يخابر زوجته لندن، ها شلون خو ما مطرت الدنيا ثلج، قلت لكم اني خو ماكو شيء. كل اسبوع يومين 3 يخابر زوجته او عائلته باوروبا، شلونكم؟ رحتوا الملهى رقصتوا؟ ها شلون الرقص؟ فكلهم قواويد خوات قحبه دايحين. هذا الجواز العراقي مو قلت لكم يمثل الحكومه العراقيه. شوفوا حتى الجواز الحامل الجواز الحكومه هانته، ما حد يعترف به، ما حد يحترمه. فليش راحوا لاوروبا؟ حتى ياخذون جواز الاوروبي، يفترون العالم، يصير لهم احترام. ذولا هانا والشعب ما خلوا احترام للشعب، ملتين بالبوك. هسه هذا الجواز العراقي، ها قلت لكم هنا ينتهي 2019. هذا الجواز العراقي. شو اسوي بيه؟ اريد اشق الجواز العراقي. هذا الجواز العراقي، لا اريده والله. هاي هذا الجواز العراقي. شنو المزبله؟ باسم وزير الخارجيه، باسم واحد مطي ابن مطي. شي قد الجواز؟ شنو الزباله؟ بعد فتره اخذ جواز امريكي الى احترام، افتر العالم واكو حكومه تحميني. شوف هسه جد عراقيين بتركيا حوالي بالالاف بالسجن، من يسال عليهم؟ بالاردن بالسجن، من يسال عليهم؟ وغير ذولا اللي تصير عنده مشكله ما حد يسال عليه، لا سفاره ولا حكومه. حكومه جبناء. لابس عمامه سوداء قندره، لو عمامه بيضة بسطال خال على راسه ويحكي لي باسم الدين. المالك ابو السبح الكلب ابن الكلب، يو الجعفري والعبادي والنجيفي والقنادر والراقصات حنان الفتلاوي وقندره. انا على ابوكم يابو جابكم للعراق. عمي راح لاوروبا الف عافيه، انتظر بعد فتره تاخذ جواز اوروبي تفتر العالم كله، ملك زمانك. هسه انا اخذ جواز امريكي، حكومه تحميني وين ما اروح، حكومه الولايات المتحده، اوباما. اوبي شنو هسه؟ وين شوف رئيس الدوله مالتي؟ اوباما.
وين ما اروح حمايه من الحكومه الي. بالعراق شنو؟ من يحمل العراقي؟ حكومه جبناء مطايع حراميه، صار قد يطلعون مظاهرات، ايش سووا العبادي؟ هالمطي ابن المطي، الدايح ابن الدايح، فكلهم نسوانهم وبناتهم وحايرين بالقمار بالرقص وهذا، وعارفين لك الشعب العراقي. فشوف هذا جواز شققته، خلينا عايش بامريكا ملك زماني جواز عراق. شنو هالمزبله؟ هذا يعتبر مزبله مال الحكومه، حكومه مزبله. والعراق وين ما يروح حامل جواز عراقي باي دوله من يحترمه؟ ما حد يحترمه. فانا اخذ جواز امريكي واوروبي جواز اوروبي، كل العالم يحترموه. تحياتي لكم، باي.